سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواتي إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشكر لكم مجيئكم في هذا الوقت المتأخر من الليل. وأريد أن أتحدث عن المرأة. يعني لقد تمت دمغجتنا وغسيل وتمت دمغجة الشعب التونسي وغسيل دماغ فتياته خاصة وبناته ونسائه خاصة، وقالوا لنا أنك يا مرأة تونسية لقد تم تحريرك على يد الزعيم الأكبر لحبيب بورقيبة. وأنا أعتذر لهذا الزعيم الأكبر، إن كان زعيما أكبر أو أصغر فذاك لا يهمني، وأعتذر له في قبره وأقول: لا يا سيدي، فأنا حرة منذ أن نزل الإسلام على هذه الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من حررني من الجاهلية، وهو من منع آبائي الجاهليون منعهم من وأدي تحت التراب لأنني أنثى. عذرا سيدي بورقيبة، ولكنني عندما أقرأ التاريخ وأجد أن في هذه الأرض أن تونس العزيزة قد أنجبت لنا فتاة تسمى فاطمة الفهري، ومن لا يعرف فاطمة الفهري فهي من نسل عقبة ابن نافع الفهري، والتي أسست أول جامعة للتدريس في العالم وليس في العالم الإسلامي فحسب. لما كانت فرنسا لا تملك السوربون، ولما كانت إنجلترا لا تملك أكسفورد، وأمريكا لا تملك هارفارد، كانت فاطمة الفهري تؤسس أول جامعة ليتعلم فيها أبناء المسلمين العلوم والفنون. فالذي يزايد علينا ويقول لنا أنكم في حركة النهضة سوف تمنعون فتياتكم ونساء تونس من التعليم، فنقول له: نحن حفيدات فاطمة الفهري، وفاطمة الفهري التي تؤسس الجامعة لا تقبل لحفيداتها أن يلزمن بيوتهن ولا يتعلمن العلم. هذا أولا. وأقول عذرا سيدي بورقيبة، فمن علمنا المشاركة السياسية ليست سيمون دي بوفوار من فرنسا، وليست هيلاري كلينتون من أمريكا. عذرا سيدي، الذي علمنا أن نشارك في الشأن العام هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما امتطت صهوة بعيرها وذهبت في موقعة الجمل تفض النزاع بين فئتين من المسلمين. عذرا سيدي بورقيبة أيضا، فالذي علمنا أن نعمل نحن نساء تونس هي الشفاء التي عينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضية تحكم في النزاعات بين
إلى تعدد زوجات بقدر ما نحتاج إلى تيسير الزواج على الشباب. الشاب في هذه البلاد لا يقدر على الزواج بواحدة، فكيف سيفكر في 4؟ هذا أول الحساب أيضا. وعندما يقولون أيضا أن النهضة سوف تبقي الفتيات في المنازل وسوف تمنع المرأة من عمل، أنا محدثتكم باع أخي القلوب والكاكاوية والحمص والفستق لا ينام ساعتين في النهار حتى يجعلني أرتقي أعلى مناصب العلم، وحتى استطاع هو والشويهات بتاع باباي استطاعوا أن يجعلوني أدرس في الجامعة. فليست النهضة التي ستمنعني من أن أدرس في الجامعة، وليست النهضة التي ستمنعني من أن أعطي رسالتي في هذا المجتمع، وإنما أعداء النهضة هم الذين يريدون أن يزوجوا بي في البيت لأنني أرتدي الحجاب، وأعداء النهضة هم الذين لا يريدونني في الجامعة لأنني أبدو لهم ظلامية رجعية آتية ساقطة من كتاب تاريخ جاية من القرون الوسطى، ولكنني أفتخر بذلك. وأنا لا عقد عندي من الحجاب ولا عقد عندي من الحضارة ومن المعاصرة ومن الحداثة، فأنا أسيادي الكرام وسيداتي الكريمات أدرس ما يسمى باللغة الإنجليزية حضارة وأدبا ولغة في الجامعة التونسية، فلا يزايد علينا أحد في ذلك أيضا. إذا يسألوننا ما هو برنامجكم للمرأة في هذه البلاد؟ أقول برنامجنا المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ولكن لا نسمح أن يصير الرجل مرأة وأن تصير المرأة رجلا. المساواة في إطار التكامل بين الأدوار الجنسين. نريد للمرأة التونسية أن تشتغل وأن تتعلم وأن تتثقف وأن تربي أبنائها على حب هذا البلد، ولكننا أيضا نريدها أن تجعل من وقتها مجالا لتربية أبنائها وللعناية ببيت زوجها وللعناية بأهلها وأسرتها. هم يريدون أن يحرروا المرأة لأنهم ينظرون إلى المرأة فردا، ونحن ننظر إلى المرأة عنصرا في المجتمع. هم يرون المرأة كائن مستقل بذاته عن أي مجتمع، ونحن نرى المرأة كائنا بذاته في بعض الأمور، ولكنها أيضا عنصر هام ورئيسي في بيت كل تونسي وتونسية. لذلك نحن نختلف في بعض الأمور. نحن نريد لعطلة الأم المرضع العاملة أن تمتد إلى أكثر من شهرين، أي أن تمتد 4 شهور أو 5 شهور حتى تستطيع المرأة العاملة أن توفي حق ابنها المولود الجديد، وهم يريدون أن تبقى العطلة 8 أسابيع. أش قلت لك المرأة ما هيش المسؤولة الوحيدة على إرضاع الولد، ما هو يروح البابا يعطيه البيبر ولا هشبيه، لا يعطيه الوالد البيبر، ما عندنا حتى مشكلة، ولكننا نعرف جيدا بالعلم وبالصحة أن حليب الأم لا يساويه أي حليب، ونحن لا نريد أن ندخل الاصطناعة في مكان الطبيعة إذا ما توفرت لنا الفرصة لتجري الطبيعة مجراها. نريد أيضا أن نحرر المرأة، لكن ألا نصادمها مع أخيها وأبيها وزوجها. لا نريد صراعا في البيوت. أريد من الرجل هنا في تطوين يبعث بنته وهو بتهني عليها. نبغي الراجل في كل بلاصة يعني كي يشوف أن مرته تتحرر يبدأ فرحان ويحس أن هي مرته قاعدة تقدم له خدمات، مش هي تتحرر على حسابه وعلى حساب ذريته وعلى حساب أولادها. هذا ما نريده وهذا الذي يلوموننا عليه. إذا فملخص الحديث كما قلت دائما وكما نقول دوما، نحن بنات النهضة نفتخر بانتمائنا إلى الإسلام لأننا نظن ولأننا نعتقد بل نحن متأكدين أن لا قانون وضعي ولا قانون سماوي قد أنصف المرأة مثل ما أنصفها الإسلام، ونحن نريد أن نبني تونس معا مع أخينا الرجل، نبني تونس معا مع أخينا الرجل، وألا نتصارع مع أزواجنا ومع آبائنا. لذلك عندما نقول نحن لا نساوي في الميراث، نحن ضد المساواة في الميراث، فلسنا هنا ننظر إلى المرأة نظرة دونية، بل نقرأ القرآن جيدا
ولا نقتطع الآيات. فالذي يقول على المرأة أن تأخذ في الميراث مثل الرجل لأنه لا يرى أن الرجل ملزم بالإنفاق بينما المرأة تفضل من عندها أن تنفق، ونرى أن الرجل ملزم بإعطاء الصداق أي المهور بينما المرأة تستطيع أن تذهب إلى بيت زوجها دون أن تأخذ معها قشة واحدة. إذا على المتنطعين وعلى الذي يقرأ القرآن بعين واحدة عليه أن يقرأ الآية في سياقها الكلي، عليه أن يفهم القرآن جيدا حتى يستطيع أن يصدر أحكامه على دين الله. هذه مرجعيتنا نفتخر بها، ولكننا أيضا نساء النهضة موجودون في الميدان وسنبقى في الميدان، لأننا نغار على بلادنا ولأننا تونسيات مثلهم وأكثر منهم. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله.